بخير وعلى خير بصحه وعافيه. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اليوم جبت لكم وصفه سهله واقتصاديه، وهي وصفه التكتوكه مع الكورجيت. ما نديرو فلفله، ما نديرو دنجل. اليوم جبتها لكم مع الكورجيت. حنا في الغرب نعيطوا لها الكورجيت، وكل منطقه وكيفاش يعيطوا لها. المهم قبل ان نبدا نصلي على النبي وحمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. شعلنا عندنا البصله تاعي اللي ديجا كنت قشرتها، وعندي الكورجيت. نقطعوا البصله قطع صغيره هكا كما راكم تشوفوا. كي نقطعوا البصله البنات شنديروا لها؟ نضيفوا لها الزيت، ونضيفوا لها الملح، ونخلو هذاك البصل تاعنا يتدبل فوق النار. النار لازم تكون خفيفه. بعد ما قطعت البصله تاعي كما راكم تشوفوا، واش نضيف لها؟ نضيف لها الملح، نكون نديروا لها الملح، ونضيف لها الزيت، ونخلوها تتدبل. الزيت ونخلوها البنات على نار قلت لكم قليله بزاف، عفوا، ونخلوها تتدبل. ومن بعد شنديرو؟ انا ديجا كنت محضره لاصوص، شاركتها معكم فيديو من قبل تاع لاصوص طوماط كيفاش نخدمها ونديرها في لي جوطاب كيما راه موضح امامكم كيما هكا. نخلي هاد لا طوماط تاعي ولا لاصوص تاعي تدي كونجلا. راني دايره فيها الثوم، راني دايره فيها الملح، دايره فيها الفلفل الاسود، سما راني معطرتها. نخليها على جهه دوبلي ولا تدي كونجلالي بلا ما تبان لي البصل تاعي. غادي شندير نخلط مع هذه لاصوص طوماط اللي كنت محضرتها من قبل، نخلطوها ونقطعوا الكورجيت تاعنا نقلوها. معكم كيفاش قطعت الكورجيت تاعي. شوفوا البنات كيفاش قطعتها، شوفوا. غادي نملحها، نضيف لها الملح وديريكتومون البنات نروح نقليها. نحمي الزيت في المقله وديريكتومون نروح نقليها، وميم طون البصل تاعي راه يتدبل. شوفوا البنات راني دايره الكورجيت تاعي طيب، وميم طون راني دايره البصله هنايا. نخليهم يتقلوا ونوريكم الطريقه النهائيه الوصفه تاعنا النهارده. شوفوا البنات بعد ما وجدت التكتوكه تاعي درت لها لاصوص وقليت الكورجيت تاعي ديجا كما وريت لكم. ها هي من الكورجيت. دروك شا غادي نديروا لها الفرماج اللي كنت رابيته. الفرماج اي نوع فرماج يكون عندكم نديروا لها من الفوق كما راكم تشوفوا، ونخلوها تتجمر فوق النار ونقدموها. حاجه سهله واقتصاديه بدون لحوم، وهذا ما يليق لنا في هذا الصيف مع هذه السخانه. دروك شنو ندير البنات؟ انا غادي نديرها هي تجمر، ونلتقي في طبق التقديم. شوفوا البنات الطريقه النهائيه الوصفه تاعنا النهار اليوم. بعد ما جمرت هذاك الفرماج غير في الفرن بلا ما نديرها في الكوشه، حاجه اقتصاديه وتنفع وجبه فطور او عشاء. دروك اللي نقولها لكم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، نتمنى منكم الدعم والاشتراك، ونلتقي في وصفه اخرى في اقرب وقت.